عارفين انتوا لما الواحد بيبقى داخل كده على تنظيفات للعيد ويبقى مزنوق في وصفة ويكون الحمام مش نظيف ويخش كده يحضر الوصفة اللي في دقيقة واحدة بس وترجع الحمام بيبرق وجديد معاكي. هي الوصفة دي النهاردة هخليكي ترجعي حمامك زي القشطة بمكونات بسيطة جدا جدا ومتوفرة في كل بيت. وعايزة اقول لكم ان الوصفة دي انا معتمداها لتنظيف الحمام لو انا محتاجاه يلمع ويكون زي الفل. اولا كده هنجيبي لي لتر كامل من الميه وتحط عليه معلقه من البوتاس او هيدروكسيد الصوديوم او ديبوشار او حجر تسليك المجاري او قطرونه او بطش. تمام، تديها تقليبه حلوه جدا. وكمان لتر الميه اللي احنا حاطينه فالتفاعل او الابخره اللي بتطلع تكاد تكون معدومه. وهتنزلي لي بنص لتر من الكلور او ماء الجافل وكمان يكون مركز. هتجيبيه من اي صبانه تقولي له نص لتر من الكلور المركز. تمام. والناس اللي هتتكلم على التفاعل، مفيش تفاعل بيتم بين البوتاس والكلور. التفاعل اللي بيحصل بين الكلور وبين الفلاش وكمان بالنسبه للخل. غير كده دي عوامل نظافه. تمام، استخدمي وانت مطمئنه. انزل بعد كده بكوبايه، والكوبايه دي نص لتر، بتاخد 500 جرام بالظبط من صابون المواعين اي سائل اطباق عندك. وده عملته معاكم كتير جدا على القناه ورغوته هايله وبينضف كمان. والناس اللي بتتضايق من ريحه الكلور او ريحه البوتاس، اي معطر عندك في البيت بتحبيه ضيفيه عشان يضيع ريحه البوتاس وريحه الكلور. والوصفه جربتها لك على ايدي اهي، امنه تماما، ما تخافيش منها خالص. مفعولها في النظافه هتشوفيه، بس مش هتحسي بتأثيرها على ايدك. ولا كمان في أبخرة هتضايقك وانت بتشتغلي بيها. اشتغلي وعلى ضمانتي. تعالى اوريلك تأثيرها على الأحواض الاستانلس. خدي بالك اوعي تستخدميها يعني لو انت بتصبني او بتغسلي مواعين او حلل او اي حاجة، اوعي تستخدميها تماما عشان الكلور دي مادة كيميائية. استخدميها في غسيل الاحواض سواء استانلس او الحوض بتاع الوش. وفي البوتاجاز هوريكي برضك بترجع البوتاجاز قشطة. وممكن تستخدميها لو غسل رخام، تعقيم رخام، غسلت فراخ، غسلت اي حاجه حاسه ان انت متضايقه منها، ممكن تغسلي بيها الرخام هتعقمه وتخليه زي الفل. تمام كده. خلاص بقى هوريكي شطف الحوض بعد ما بيشطف بينور ازاي. ودي وصفات سهله وبسيطه وتقدري تنفذيها في دقايق. ونتيجتها مش هقولك على نتيجتها، جربيها بنفسك وانت تقدري تحكمي بنفسك. تعالي لي بقى البوتاجاز، كمية الحروق والدهون اللي فيه مش طبيعية. ومش هطول عليكي، كل ما عملته ان انا رشيتها على الحروق وفرقتها كده بأي ليفة عندي وخليتها زي القشطة ومن غير سلك تماما. مجرد ما برشها كده كل الحاجات اللي فيه مش نظيفة بتطلع. ممكن تسيبيها 5 دقايق لو انت مش عايزة تتعبي نفسك، ومجرد ما تمسحي بقماشها هيطلع ويبقى زي الفل. وتعالي لي بقى للكارثة دي. ويا جماعة ده مش إهمال مني، أنا صاحبة محتوى. وكل ما في الموضوع أنا ممكن أركن الحمام يومين 3 أتغاضى إن أنا أغسله عشان أقدر أطلع لك الوصفة دي. مش هينفع أجيب لك على حمام نظيف وأنت تقولي أنت بتنضفي لنا النظافة. فعذرا لقباحة المنظر، أنا لما بضطر أصور وصفة خاصة بالحمام أو خاصة بأي حاجة بوتاجاز لازم أهمله كام يوم علشان يطلع لك بالمنظر ده، عشان لما اوريكي وصفتي تبقى وصفتي قد ايه فعاله. وما لك ان تتخيلي من منظر كان مقرف ومقزز. انا بستحمله علشان خاطر انا افيدك، فما تجيش تنتقديني. اي كلمه سلبيه احتفظي لي بيها لنفسك. تمام. بصي لي بقى هنا، مجرد ما برش حطيته في ازازه وخرمتها كده وارش على كل حاجه انا شايفاها مش نظيفه. وانت عايزه تصبني الحيطان حطي شويه في جردل وخففيهم بشويه ميه وبالفرشه بقى او بالمقشه بعصايه المقشه. وتبتدي تشتغلي لي زي ما انت شايفه كده، انا بشتغل بالمقشه والحيطان بعملهم بالمقشه. وتلفي بقى الحمام كله وشوفي الجمال والنظافه والريحه اللي زي القمر. حاجه كده اللهم بارك. وصفه من الاخر. لما بكون عايزه انضف الحمام بعملها وبحضرها في دقايق بتبقى زي الفل زي ما انت شايفه كده. واتمنى منك تجربي الوصفه. ولو عجبتك اوعي تنسيني بدعوه حلوه من قلبك وتتمني لي الخير زي ما انا بتمنى لك كل خير. وبقف واصور لك فيديوهات تقدري تستفيدي بيها وتنفذيها بمنتهى السهوله. ومفعولها يكاد تكون معدوم لو انت
عندك حساسية، لو انت تعبانة هتوفر عليكي صحتك، وكمان هتخليكي ترجعي بيتك زي الفل دايما نظيف، قشطة شمعة منورة زي ما انت شايفة كده. كلها بحاجات بسيطة، مكوناتها متوفرة في كل بيت. واوعي تنسي الشير علشان يوصل الوصفة لكل الناس.